السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل كريب زي بتاع المحلات بالظبط، وكمان التكلفة هتكون اقل. حطي لايك للفيديو واشتراك للقناة ونسمي اللي ونبتدي مع بعض. المقادير النهاردة سهلة جدا، واهمها العيش ده بجيبه من محلات بتاعة الكريب. العيش الكريب اللي بيتباع جاهز بيكون نفس الطعم بالظبط. ودي تتبيلة البانيه انا بعملها في البيت، ان شاء الله باذن الله هنزلها في فيديو لوحده. ومعايا نص كيلو بانيه او على حسب كمية عدد الكريب اللي انت جايباه. ودي كابوتشا، ممكن تستخدمي خس. في المحلات بره بيحطوا خس مش بيحطوا كابوتشا لانها طبعا بتكون ارخص. وده لانشون متقطع وعليه زيتون وجبنة رومي. لو مش حابة اللانشون مش مهم تحطيه، بس حطي جبنة رومي وزيتون طبعا عشان بيدي طعم حلو للكريب. اول حاجة هبتدي بيها ان انا هقلي البانيه، وانا في البانيه مش بحتاج ان انا احطه في بيض، فبجيب مية بدل البيض يعني، منها بيكون ارخص وفي نفس الوقت بيديني نفس النتيجة. اول حاجة باخد قطعة البانيه وبتبلها كويس جدا في الخلطة، وبعد كده بحطها في المية على طول من جنبين واطلعها بسرعة. يعني مش بسيبها مجرد انها تنزل في المية وتطلع، وبحطها تاني في الخلطة، وهكذا بستمر كل الكمية لحد ما اخلصها. بعد ما بخلص الكمية كلها واتبلها بحطها شوية في التلاجة حوالي من ربع نص ساعة مش اكتر. بتساعد ان الخلطة تمسك اكتر في البانيه وما يفكش منك اثناء القلي. علشان تتأكدي ان البانيه استوى معاكي كويس، اول حاجة تنزلي بزيت غزير ويكون سخن، وبعدين تروحي موطيه شوية بس لما يكون خلاص اتشمع، علشان ما يكونش من بره مستوي من جوه لسه. كده انا خلاص خلصت كل الكمية بتاعتي. شايفين ما شاء الله لونها جميل جدا، والخلطة دي طعمها حلو. ان شاء الله هبقى اصورها لكم. انا كده بقطع كل الكمية اللي معايا عشان احطها في قلب الكريب متقطعة. ممكن تحطيها قطع سليمة مفيش مشكلة، بس الافضل انك تقطعيها. العجينة بتاعتي بيكون ليها وشين، وش واخد لون والتاني لا. طبعا احنا بنتنيها نصين، بنخلي الوش اللي واخد لون من بره والوش اللي مش واخد لون من جوه. العجينة دي ممكن تجيبيها وتستخدميها في حشوات كتير جدا سواء حلوة او حادق. اول حاجة بحط حوالي معلقة كاتشب وابتدي ان انا ادهنها، وبعد كده هحط شرايح البانيه، وبعد كده هحط كابوتشا، وممكن تقطعي شرايح بصل، وحطيت الطماطم، وحطيت سلطة لانشون، وهحط كاتشب ومايونيز. وانتي بتقفلي الكريب حاولي تقفليه كويس من تحت عشان ما ينزلش منه الحاجات وانتي بتسويه. شايفين الكريب اللي بنكون جايبينه من بره بيكون حاطين فيه خس كتير وكمان بصل عشان يبان معاكي انه مليان. لو حابة تعمليه على الجنب التاني زي كده مفيش مشكلة، بس انا بفضل اني اعمله على الجنب ده احسن. هعمل كل الكريبات اللي معايا بنفس الطريقة. احط كاتشب، بعدين احط شرايح البانيه وسلطة اللانشون والكابوتشا، وبعدين شرايح الطماطم، واخر حاجة الكاتشب والمايونيز. الحشو ده بيكون براحتك، تقدري تزودي او تنقصي اي حاجة من الحاجات دي. في حشوات كتير للكريب ممكن تعمليها، مثلا زي جمبري، سوسيس وبرجر والبانيه زي ما انا عاملة، او تعملي ميكس من الجبن وتحطيه برضو في الكريب بيكون طعمه جميل، او تعمليه حلو ممكن تحطي فيه نوتيلا وموز. وعلشان تكتسبي وقت اللي تعمليهم على طول حطيهم في الفرن واشتغلي في الباقيين. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم الكريب بجميع حشواته في البيت، وكمان هعمل لكم باذن الله العجينه في البيت تكون زي بتاعت بره ان شاء الله بالظبط. هي ممكن ما تكونش نفس التدويره، بس اهم حاجه تكون نفس الطعم.
هدخله الفرن هياخد دقيقة من فوق، وهقلبه الناحية التانية برضو ياخد دقيقة، وبس كده يكون جاهز معاكي بألف هنا. وبس كده كنت خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم. مستنية تعليقاتكم، متنسيش تحطيلي لايك واشتراك للقناة. اشوفك ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.